بتبدأ أحداث الحلقة التانية من مسلسل أسود فاتح بإن نجلة بتواجه نفسها قدام المراية وبتستعد إنها تقول لراغب إنها حامل منه. وأول لما تخرج لفوق في اليخت بتقابل رانيا في وشها، وده المشهد اللي انتهت عليه الحلقة الأولى. راغب بيقول لرانيا أنا فاهمك كل حاجة، لكن رانيا مش مصدقة اللي شايفاه قدام عينيها وبتسيبهم وتمشي. بترجع رانيا البيت وبتجهز شنطة هدومها وبتكلم أشرف وتقوله احجز ليا معاك، أنا مسافرة مصر. راغب بيروح وراها البيت ويقول لها أيوة أنا غلطت، بس دي أول مرة وإحنا مش هنهدم حياتنا علشان غلطة. ورانيا ما بتعبرهوش، وهي خارجة بيحاول بالقوة يوقفها وهي تضربه بالقلم وتمشي. أشرف بياخد رانيا وهما في الطريق بيقول لها أنا هرفع قضية وأطلقك منه ونقدر نثبت الخيانة، لكن رانيا بتقوله أنا عايزاك تطلقني منه، لكن موضوع الخيانة ده عايزاه سر، وبالذات بابا مش عايزاه يعرف. آية بتروح للدكتور تكشف لوحدها، ولما بيرجع خالد بيعتذر منها ويقول لها إنه حصل عنده مشكلة في الشغل ومقدرش يروح معاها، وإنه مسافر اسكندرية بسبب ظروف شغله. رانيا بتروح للشركة وكل علامات الغضب على وشها، وحسن بيقول لهبة هي مكشرة كده ليه، حتى ما قالتش صباح الخير. وهبة بتحكي له الموقف اللي حصل معاها في الحفلة، وبتقول له الأغرب إنه جوزها مسافرش معاها القاهرة هنا ورجعت لوحدها. رانيا بتقول لأشرف أنا عايزة كل العقود اللي بيني وبينه تتلغي، وأشرف بيقول لها إن ده هيرجع عليك بالخسارة انت كمان مش هو بس، عشان ترد عليه رانيا وتقول له الخسارة تتعوض. وبعدها بتقول له أنا مش مصدقة إني كنت غبية للدرجة دي، وأشرف بيقول لها انت ما كنتيش غبية، انت حبيتي الشخص الغلط. خالد بيسافر اسكندرية وبتخانق مع بكر بسبب إنه وقف الشحنة بتاعته وأخرها. بعدها بكر بيكلم سيف ويقول له إن حبيبك زعلان قوي علشان الشحنة بتاعته اللي اتأخرت، ويرد عليه سيف ويقول له زعله تاني لحد ما يجيب آخره. شهد بيطلب من سيف إنه يحاول يجيب نجلة تشتغل معاه في القناة، وهيكون ليه عمولة كبيرة لو قدر يقنعها، لكن سيف بيحاول يفهمه صعوبة الموقف، خصوصا إن رئيس القناة اللي شغالة فيها هو جوزها. راغب بيوصله خبر إلغاء العقود من رانيا، وكارما تخبره إن الشركة مش هتتحمل صدمتين، خصوصا إن الشركة الألمانية ألغت التوكيل الخاص بالسيارات. نجلة بتروح لراغب وتخبره إنها حامل، عشان راغب يرد عليها ويقول لها انتي مجنونة، ما يمكن يكون ابني زاهر. وهي تقوله إن زاهر ما لمسنيش من 3 شهور، يعني اللي في بطني ده ابنك. وراغب يقول لها اللي في بطنك ده أنا ماليش دعوة بيه، أنا دلوقتي واقع في مصايب بما فيه الكفاية. راغب بيروح عند أشرف ويطلب منه إنه يساعده، لكن أشرف بيقوله اوعى تفكر إن رانيا هتسامحك تبقى غلطان، رانيا مش هتسامحك ولا هتكمل معاك، وعشان كده ياريت تشد شوية في إجراءات الطلاق. لكن راغب يقوله طلاق مش هطلق، وأشرف يقوله برضاك أو غصب عنك، وراغب بيرد عليه أنا غلطان إني جيت واتكلمت معاك، والموضوع ده أنا هعرف أحله. خطاب بيروح شركته بيحقق مع 3 من موظفين الشركة وبيتهمهم إن حد فيهم سرب معلومات الصفقة الأخيرة لشركة الجيار، وبيحولهم للتحقيق، وبيطلب من هبة إنها تبلغ الشؤون القانونية إنه يشرف على التحقيق شخصيا. نجلة بترجع مصر وبتلاقي جوزها وبتتعصب عليه وتقوله نفسي تهتم بيا زي ما انت مهتم بالقناة والشغل كده. بعدها سيف بيدخل عليهم ويبلغ زاهر انه قدر يقنعهم ببيع المصنعين اللي في اسيوط، لكن زاهر يقول له بقالي 2 وما قدرتش اقنعهم وانت بالسرعه دي اقنعتهم، انت شيطان. نجلة بتروح لاشرف وبتطلب منه انه يوصلها لرانيا، وبتقول له انها فاهمه الموضوع غلط وان راغب شخص ما يسويش شيء عندها، لكن اشرف بيقول لها يا بجحتك ازاي عايزاها بالسهوله دي تقابلك تاني، انا بقترح عليكي انك تنسيها وتشيليها من حياتك. زاهر بالصدفه بيشوف اختبار الحمل بتاع نجلة. وفي آخر مشاهد الحلقة التانية أثناء تقديم نجلة للبرنامج بتاعها بتقول لهم تعالوا نشوف التقرير ده، لتتفاجئ إن القناة بتعرض فيديو ليها مع راغب في وضع مخل. وهنا تنتهي أحداث الحلقة التانية من مسلسل أسود فاتح. ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك وتعمل اشتراك عشان تتابع باقي الحلقات.